أفديك بروحي يا كتابي ومهجتي، أفديك بدمي وما ملكت بدنيتي، أفديك بروحي يا كتابي ومهجتي. اقرأ وخيّا ورسوله محمد إسلام شاشي الجزائري، 13 سنة، الصف الثالث من التعليم المتوسط من مدينة آفلو ولاية الأهواط، أصغر عضو مؤسس في شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بمدينة آفلو. وممثل أطفال الجزائر في المحافل الوطنية والدولية، وسفير أطفال المسلمين في العالم. أحلم بل سأسعى بكل جد واجتهاد إلى أن أكون عالما ربانيا مسلما حاملا لكتاب الله وسنة وأن أكون إماما وخطيبا بأكبر مسجد في إفريقيا ورابع أكبر مسجد في العالم بعد الحرم المكي والحرم المدني والمسجد الأقصى المبارك، فك الله أسره ورزقنا فيه صلاة طيبة مباركة، ألا وهو جامع الجزائر الأعظم، وما ذلك على الله بعزيز بفضل صالح دعائكم. أيها السادة الكرام، القرآن الكريم حكمة متفردة وبلاغة ظاهرة وفصاحة آسرة، لأنه مستمد من نور الله تعالى الأعلى نازلا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تشربه وقرأه ورتله ترتيلا واتبع قرآنه وتلقى من الله سبحانه وتعالى بيانه، فكان أن عبر في حديثه الشريف ما استمد من القرآن الكريم من روعة وبلاغة، فكان القرآن وكان المنطوق النبوي في قمة البلاغة، وما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. ولهذا قال الجاحظ في التعريف الثاني وتوصيفه مما هو مستمد من الأول: هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف، استعمل المبسوط في موضع البسط والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الوحشي ورغب عن الهجين الدوني، فلم ينطق إلا بميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام حف بالعصمة وشد بالتأييد ويسر بالتوفيق. ومن نماذج الإعجاز ما ورد في سورة الكهف الآيات 79-82، وهو ما وقع على لسان سيدنا الخضر عليه السلام يوم أن قال لسيدنا موسى: وقد خلق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار، ثم لما برر له قال له: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ونسب العيب إلى نفسه تأدبا مع الله. ثم بعد ذلك تكلم عن الغلام الذي قتله رجاء أن يكون أبواه في هناء وطمأنينة وخير عاقبة، فكان هناك مزج بين مساءة وأذى وبين خير متوقع، فأدخل نفسه في الضمير فقال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فكأن الشر الذي يمكن أن يكون والمساءة التي يمكن أن تكون تنسب إليه، وما في القضية من خير وبرة ومن حسن عاقبة ينسب إلى الله. فلما كان الخير محضا في المشهد الأخير قال مولانا: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما
من خيرية الإنسان ومن رشده، ومن حظه أن المولى يغفر له ذنوبه ويستر له عيوبه، وتغلب صفات الكمال صفات النقص فيه. وقد قال القائل: أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي، هو راحم، هو غافر، هو كافي، قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولتغلبن أوصافه أوصافي. ولا يسعني إلا أن أقول لكم وأهدي لكم قصيدة بعنوان أكرم بقوم أكرموا القرآن. أكرم بقوم أكرموا القرآن، أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. يا ختمة القرآن جئت عظيمة بجهود قوم ثبتوا الأركان. بدءا من الكتاب أول نبتة غرست فأثمر عودها فرسانا. حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون صرحا للتقى مزدانا. لبناته اكتملت بحفظ كتابهم كالنور حين يتم بدر سمانا. يا ختمة القرآن أهلا مرحبا، آن الأوان لتكمل البنيانا. جهد تنوء به الجبال تصدعا، جهد تنوء به الجبال تصدعا، وتفيض منه قلوبنا عرفانا. من كل صوب جاء قلب خافق يستعذب الترتيل والإتقان. غرباء من كل البقاع تجمعوا، غرباء من كل البقاع تجمعوا، هجروا الديار وودعوا الأوطان. غرباء لكن قد تآلف جمعهم، صاروا بنعمة ربهم إخوانا. يا رب أكرم من يعيش حياته، يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوالى. يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا. اجعل كتابك بيننا نورا لنا، أصلح به ما ساء من دنيانا، واحفظ به الأوطان واجمع شملنا. فالشمل مزق والهوى أعيانا، وانصر به قوما تسيل دماؤهم في القدس، في بغداد، في لبنان. والسلام عليكم. ورتل القرآن اصبح بصوتك، اسمع الأكوان، اقرأ كلام الله داوي نفوسنا.